عودة محمد سلام. أنا صحيت. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة وكلام في الأفلام، والنهاردة معانا مسلسل كارثة طبيعية بطولة محمد سلام، جاد حسام الدين، حمزة العيالي، أمجد عابد، وكمال أبو ريا. مبروك، المدام حامل بس مش في طفل واحد. المسلسل نزل منه حلقتين بس لحد دلوقتي، فدي مراجعة لأول حلقتين وانطباعات عن المسلسل بشكل عام. المسلسل بيحكي عن قصة زوج وزوجة عندهم مشاكل مادية، فبيقرروا ما يخلفوش دلوقتي، والزوجة كالعادة بترتجل وبتقرر إن هي تخلف، فالزوج بيتفاجئ إن هي حامل وبيرفض تماما، وبعد مناقشات واعتراضات بيقتنع أخيرا إن هما ممكن يقدروا يصرفوا على عيل، ولكن المفاجأة بتطلع إن مراته حامل في 5 عيال، وهنا بتبدأ الكثير والكثير والكثير من المغامرات. مبروك، انت حامل في 5. ليه يا ابني أنت مازنجر؟ المسلسل مبهر في جوانب كتير جدا، ممتع ولكن مختلف، كوميدي ولكن لا يخلو من الدراما اللي بتوصل لحد الكآبة في كتير من الأوقات. المسلسل لا يخلو من الكوميديا السوداء، الاكتئاب، المشاكل المادية، المشاكل النفسية، المشاكل الزوجية، كل المشاكل اللي ممكن تتخيلها موجودة في المسلسل ده، والسيناريو قادر يوازن ما بين الكوميديا والدراما بشكل كبير جدا. تعالوا ناخد الحاجات دي واحدة واحدة. الكوميديا السوداء اللي جاية أغلبها من محمد سلام، وجاية بنوعي المفضل، كوميديا الشخص اللي جدان ومخنوق من الدنيا كلها، ومع ذلك بدل ما يقتل حد عمال يرمي إفات هنا وإفات هنا، مش عشان هو مبسوط، عشان هو متضايق وهيطق. وده أكتر نوع كوميديا بتحسه ريليتابل وبتحسه شبهنا جدا. احنا ناس ما بتحبش تزفر ايديها، ما بتحبش تتخانق، ولكن ممكن اقول افات حتى لو الافيه مهين، حتى لو الافيه عليك، حتى لو الافيه عليا انا شخصيا هقوله، مش عشان انا مبسوط، عشان انا هطق محتاج اقول افات. الرحم بتاعي مش بتاعك. الرحم ده بتاعنا احنا الاتنين. أنا مش موافق على الحمل ده. ودي لغة تعبير ما يفهمهاش ناس كتير، ولكن لغة عظيمة جدا، ومش محتاجين نتكلم عن مدى براعة محمد سلام فيها. محمد سلام بيرمي الإفيه بأكتر سلاسة ممكنة وبأكتر عصبية ممكنة، وانت ما بتبقاش قادر غير انك انت تضحك. وبما اننا اتكلمنا عن الكوميديا، نيجي بقى للدراما. احنا دلوقتي بنتكلم عن معضلة مادية، وكما هو موضح بالشكل وظاهر للعيان، فدي اكتر حاجة ملموسة في الدنيا نقدر نتكلم عنها، لان طبعا سوق الرزق ضاقت والتحديات كترت، ودي اكتر حاجة عمرها ما هتقدم وهتفضل ملموسة. وايه احلى من ان انا اضحكك على حاجة فعلا وجعاك. وزي ما احنا ذكرنا، رغم ان المسلسل كوميدي الا انه لا يخلو من العمق. انت عندك في اول حلقتين شخصيات بتتصرف تصرفات دنيئة وشريرة، ومع ذلك انت متعاطف معاهم سيكا. وده يجيبنا للشخصيات. الشخصيات ذكية جدا ومتنوعة لأقصى حد، ولكنهم من نفس العالم، مفهومش ملايكة ومفهومش شياطين، ممكن يتصرفوا أدنى التصرفات، ومع ذلك ما تقدرش ما تتعاطفش معاهم لأنك شايف مبررات التصرفات دي، وتحديدا شخصية محمد سلام. وبما إننا جبنا سيرة محمد سلام، نيجي للممثلين. احنا عندنا طاقم عمل من أعلى ما يكون: محمد سلام، جهاد حسام الدين، أمجد عابد، حمزة العيالي، والأستاذ كمال أبو ريا. فاحنا عندنا تمثيل موجود، كوميديا موجود، كل الاداءات اللي ممكن تتخيلها متوقع هتظهر عاجلا ام اجلا. ولكن في اول حلقتين بالكامل لمحمد سلام، عامل الكوميديا وعامل الدراما، عامل الكوميديا السوداء، عامل الاكتئاب بكل تفاصيله، عامل الاحلام الضايعه، عامل كميه اداءات فظيعه. يا جدعان، ده اللي انا كنت بتكلم فيه، ان محمد سلام مش خسران حاجه، احنا اللي خسرانين. وجود محمد سلام في اول حلقتين بيذكرك احنا كنا فاقدين ايه. يعني ده واحد عنده كمية سلاسة في الدراما وفي الكوميديا، ده غير القبول. انت عندك ممثل محترف بالكامل. انا مش عارف احنا بنتكلم في ايه. يعني احنا بجد احنا اللي خسرانين محمد سلام بكل تأكيد. فانا مش فاهم الفترة اللي فاتت عدت ازاي، ولكن اتمنى ان هي ما تحصلش تاني، واتمنى ان احنا نبقى واعيين اكتر ونفهم ان الموهبة هي اساس كل حاجة. مش هشارك أنا في الجنان ده. مش بمزاجك، انا ماليش غيرك. انت هنا مش هتعرف تحقق اي حاجه. انزل اسرع عشان اصرف عليكم. وهنا نيجي للمحرك الأساسي، وهو القصة هي المايسترو اللي بتحركك ما بين الكوميديا والدراما والشخصيات وتفاعلات الشخصيات. بمجرد النظر تقدر تتأكد إن القصة دي من تأليف أحمد عاطف. العالم شبه بالطو جدا، ولكنه ابعد ما يكون وملوش اي علاقه ببالطو. ليه؟ عشان احمد عاطف بيستخدم كل ادواته من اول وجديد عشان يبني عالم احترافي بالكامل، عالم فيه كوميديته المفضله، كوميديا السوداء، ومع ذلك عالم درامته واقعيه، عالم يأثر فيك 100%، عالم شخصياته مميزة ولكنها واقعية، شخصيات صعب تكتبها، ولكن أنا متأكد إن أنا شفت الشخصيات دي قبل كده. دي احترافية أحمد عاطف. إحنا بنقابل شخصيات في مسلسلاته أنا متأكد إن أنا لعبت دومنا مع الراجل ده قبل كده.
مش فاكر فين، بس انا لعبت دومنا مع الراجل ده قبل كده. شخصيات طيبة ولكن ممكن تتصرف أفظع التصرفات اللي في الدنيا، وده اللي بيخليها واقعية. انت بتدرس شخصية بعيدا عن الأحكام، بعيدا عن وجهة نظرك فيها، ده واحد في يومه العادي انت بس شايفه. ودي احترافية كتابة شخصية، يعني ده ازاي تكتب شخصية بكل احتراف بكل تفاصيلها الإيجابي منها والسلبي، وتحط نفسك بعيدا عن كرسي الحكم وتفرج. بس طبعا مش منطقي ان انا اتكلم عن سلبيات دلوقتي، مفيش اي حاجه فجه لدرجه انك انت تحسبها سلبيه من دلوقتي. حتى المؤامات مفيش اي حاجه فجه تقدر تقول ان هي خارجه عن اطار القصه بالكامل، ولكني لسه خايف من المط، رغم ان ده ابعد ما يكون عن اول حلقتين. ولكن انا عندي تراست ايشوز، فاتمنى ان الحلقات تبقى سريعه زي اول حلقتين. وده اللي كان، لا ثانية، ده السخن وده اللي كان بيرجع. انت ملخبطاهم كلهم على بعض. في النهاية محمد سلام هيرجع زي الأول وأحسن، وهيفضل السيطرة والحكم الأوحد للموهبة مش الفلوس. ولو عجبك اللي احنا قلناه ما تنساش تدوس لايك، قول لي رأيك في المسلسل في الكومنتات، اشترك في القناة وشغل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. فرق في الفيديوهات القديمة يمكن حاجة تعجبك. سلام.